سيد مذبوح متكي في واحد الكنابي، متكي جنب، لقاو هكاك داير. اللي جا دوز عليه، سيد ما تحرك شيء، بقى هكاك. واحد المعمل او لوزين ديال العطريه. هذاك اللوزين ديال واحد السيد، رجل ميسور، رجل مسك عليه الله، دار شي حاجه ديال الفلوس من هنا ومن هنا. كانت الخدمه ديالو العطريه تيبيعها بالجمله، شويه دار وزين ولا تيخدم معاه الناس. لكن ديك الشركه ديال الصغيره ديالو، دوك العمال اللي كانوا يخدموا معاه ما كانوش يخدموا معاه تيدير لهم لاسينيسيس ديالو ولا تيوظفهم عنده او كذا، لا، كانوا عمال تيجيو تيخدموا تيزيدوا في حالهم، يخدم شهرين 3 شهور تيمشي تيجيو بعمال اخرين وغادا الامور. كان رجل متزوج عنده وليداته. هذاك الوزين اللي دار وسط واحد الدوار، شي طرف ديال الارض ديالو ورثها على والديه، وشرا من عند خوتو شي خدامه ديال الارض، وكبر داك الصور ديال داك الوزين، ولا السيد خدام مزيان مسك عليه الله. دار واحد السكينه تما، واحد المسكن صغير، شي مرات تيجي ليه مع ولادو في داخل داك الوزين. واحد الليله تخبروا البوليس كان تابع النفوذ ديالهم هذيك المنطقه، رغم انها كانت تقريبا قرويه، لانها كانت تدخل في النفوذ ديالهم. كيف تعرفوا ان المجال الحضاري ماشي دائما غادي يكون مجال حضاري 100%، غتكون تقطعات حضاريه. تتلقى مثلا هنا راه مدينه، تزيد شويه ثاني تتلقى غير شي فيلاج، قريه، الاراضي الفلاحيه تزيد تتلقى، هذه كلها كتكون تابعه النفوذ ديال البوليس. واخا كان تقريبا جوي ديك 11 ونص الليل، واحد العساس بالتليفون ديالو اتصل بالبوليس، قال لهم ودي واحد السيد مقتول في لوزين العطريه اللي هو مكان وقوع الجريمه، والمكان اللي تحدد عفوا من طرف المبلغ عن طريق مكالمه هاتفيه. تفاصيل تيقول انا عساس عند واحد السيد ومول الشي راه تلقى مقتول فينا بلاصه لوزين العطريه. خرجوا البوليس، انتقلوا حلوا بعين المكان. شنو تيلاحظوا الناس ديال البوليس لما دخلوا؟ هذاك لوزين كبير، كان تقريبا فيه واحد الكتار ديال في المساحه ديالو، وداك القطار كله داير به السور. كاينين شي مكازات هنا، لوزين هنا. واحد المسكين مشى على طول ديري ليه الطريق ديالو، قال لك اودي العساس تيقول انا عساس هنايا، وهذاك لوزين فيه 2 ديال العساسه، ولكن واحد من هاد العساسه اللي تيقول انا اللي اكتشفت الجثه. شي يقول حسب هضرته؟ قال لك ودي السي فلان اي مولشي الله يرحمه، قال لك ها السياره ديالو، قال لك راه هادي تقريبا واحد الساعه ديال الوقت باش تدخل هنايا، باش تدخل اللوزين. هذاك السيد تيشرب عيط على واحد من العساسه، قال ليه فلان اي السيد هو راه هو عنده واحد المسكن تمايا بحال جعل شي فيلا، لا بيسين هنا، الجرده هنا، كذا هاد السكن ديالو. تيجي تما حسب ما قال العساس، قال لك ودي شي مره تيجي مع شي وحده، هاد الهضره ما خصهاش يتقال لولادو ومرتو، شي مره تيجي بشي وحده تيدخل هو وياه هنايا، وشي مرات تيكونوا مع شي صحابو تيجيو تيشربوا معاه، قال لك شي مرات راه تيجي بوحدو تيشرب هنايا. قال لك ودي ديك الليله حل عليه العساس ديال الباب، اللي قال لك انا تنكون في الباب. كاين واحد العساس اللي كيبقى يدور، واحد تيبقى عند الباب ديال اللوزين، وواحد تيبقى تيدور الخدمه ديالو، العسا ديالو تيدور وسط اللوزينات. كاين المكازه هنا كيف ذكرت، هنا اللي اكتشف الجثه والعساس ديال الباب. قال لك ودي جا بوحدو، قال لك فتحت لي الباب وهبطت النافذه، قال لك انا تنسد في الباب، قال لي ها فلان اجي جيت عنده، قال لي هكاك
عطاه شي حاجه ديال الفلوس، قال لك اودي عطاني القد والقد، عطاني 400 درهم ديال الفلوس، 200 درهم في 200 درهم. قال لي سير جيب من عند فلان الشراب. شي واحد قراب تما في داك الدوار، قال لي سير جيب لي. قال لك علما انه هو كان سكران، لما هبط الزاج وتيهضر معايا قال لك سكران ناشط. قلت انا سديت الباب ومشيت نجيب ليه الشراب. قال لك تعطلت تقريبا واحد 4 ساعات ولا ساعه قال لك ديال الوقت. انا قال لك مشيت غير على رجلي وجيت. قال لك اللحظه اللي جيت انا شتي لاحظ، قال لك دخلت من الباب ديال اللوزين داك الكراج اللي تيكون، قال لك وكنزيد واحد المسافه تقريبا تيزيد واحد 50 متر ولا 60 متر عاد توصل الفيلا ديال السيد وسط لوزين فين ساكن او فين تيجي مره يقصر. قال لك اودي كنلاحظ بان شي واحد شافني واش دار، نزل من واحد البالكون، وهذاك البالكون حداه واحد دايرينو هما بوطو ديال الضوء ملصقين فيه، واحد بوطو داك ديال الخشب ملصقين فيه داك واحد المصباح الفوق باش كيضوي على ديك الدنيا تما. قال لك شافني من بعيد، قال لك وهبط، كاين ضوء مجهدين بزاف، البولات كثيره ومصابيح كثيره. قال لك شافني هو يهبط مع هذاك البوطو وهبط تيجري. قال لك حتى هبط للارض ومشى طلع مع الصور الفلاني وزاد نقز زاد. قال لك انا لقيت اللي قال لك بقيت غير تنشوف، دخلت قال لك كنلقى السيد في هذه الحاله، السيد مضروب، السيد مذبوح، متكي في واحد الكنابي، متكي جنب، لقاو هكاك داير. اللي جا دوز عليه، السيد ما تحرك شيء، بقى هكاك. قال لك اودي لقيتو في هذه الحاله، منين خرجت خينا؟ قال لك اودي هامنين نخرج، هامنين نقز الصور. قال لك اودي راه عندنا الكاميرات تقدروا تشوفوهم. منين دخلت خينا؟ قال لك ما عرفتش. جابوا العساس اللي كيدور. قال لك اودي انا ما مشيتش تما، قال لك انا الخدمه ديالي عساس، تندور ورا دوك المكازات، تندور من هنا تندور من هنا. قال لك شي مرات تندخل هنا وهذيك الوقيته لوزين ما فيه لا عمال لا والو، الدنيا خاويه. اللي كانوا تما هما جوج ديال العساسه، واحد اللي اكتشف الجثه، واحد قال ودي ما شفت حتى شي حد. قال سمعت الباب الوقت اللي تحل وشفت الطوموبيل دازت. قال لك ولكن ما عرفش واش السي فلان كان معاه شي حد ولا لا، ولكن العساس اللي فتح لي الباب قال لك اودي السي فلان الله يرحمه كان بوحدو. تهزات شي قال لك ما تهزات حتى شي حاجه، لان اللي شفتو نزل من هذاك البوطو، مع عندك هذاك البوطو هبط حتى لتحت، طلع ثاني مع الصور نقز زاد كيدير الشي في وجهه. قال لك اودي قال لك ورا داير واحد الشابو داير، كنت تعرفوا الشابوات. قال لك لابس واحد بحال شي لافيست طويله ولا شي هذاك مونطو ولا ما عرفتش. قال لك هكا كان لابس. كاين شي كاميرات؟ قال لك كاين الكاميرات. العساس الاخر قال لك ما شفت حتى شي حد وما سمعت والو. واخا هزوا الجثه لامورغ، حضروا الناس ديال التشخيص القضائي اللي رفعوا شي بصمات من هنا وشي بصمات من هنا. الكاميرات، تفريغ ديال كاميرات المراقبه. اولا كاميرات المراقبه ما رصدت شيء منين دخل هاد السيد، هاد خينا منين دخل سؤال، ولكن وثقاتو الوقت اللي السيد كان تيغادر، كاميرات كانوا كاميرات من النوع الممتاز، بيكسل ديالها عالي، كانت تترصد بقوه. الكاميرات راه فيهم وفيهم. رصداتو كيبان شاب باقي صغير، تقريبا يكون في اواخر العشرينات او ربما في بدايه الثلاثينات كاع من عمره، ديك 29 30 31 عام 32 عام كاع. تيبان بانه دري شاب عنده واحد الموستاج كيحسن وجهه، عنده واحد الموستاج، عنده واحد بحال شي قادومه هنايا تيخليها طويله شويه، ومدير داك الشابو اللي كيكون لابس واحد المونطو وهاز في يدو شي حاجه الوقت اللي كان تيغادر. قال لك اودي الاخر اي العساس
قال انا الوقت اللي شفتو جاي نازل، قال لك ما رديتش البال واش كان شاد شي حاجه في يدو، لان اداه الجريمه ما لقاوهاش الناس ديال البوليس في الفيلا الداخل او بالقرب من الضحيه، انما تيلاحظوا من خلال موثقات وكاميرات المراقبه الوقت هو اللي كان في البالكون تيشوف لاح الجنوي لاح من خارج السور، لان الفيلا جات ملاصقه تقريبا مع السور ديال اللوزين بشكل عام، وعاد هبط مع البوطو وعاد مشى ثاني تيطلع تسلق هذاك الجدار اللي كان تقريبا فيه واحد ديك 2 ديال الامتار 2 متر، ولكن هو استغل تيشد من هنا شم من طلع زاد بحاله دري خفيف، بان بانه دري خفيف. شكون هو الخينا؟